السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ازي حضراتكم جميعا؟ يا رب تكونوا بخير يا رب. طيب، الأهلي تعادل أمام شبيبة القبائل في مباراة سلبية بكل ما تحمله الكلمة من معنى. عارف ساعات بيقولك انه تبص لنص الكوباية مليان، وهنا مفيش أي نص مليان. يعني لو قلت لي التأهل هقول لك انت كان ممكن تخسر الماتش وتكسب آخر ماتش فتتأهل برضه. هي يعني مش هي دي النقطة اللي أهلتك، بس كان ممكن تاخد النقطة دي في ماتش بعد كده، أو تاخد 3 بونت من الجيش الملكي في القاهرة وتتأهل. لو قلت لي اداء مصطفى شوبير ما شاء الله ربنا يبارك لك يا ابني، يعني هقول لك انت اكيد عارف اداء مصطفى شوبير عامل ازاي، ما شاء الله اللهم بارك يعني، فاحنا ما اتفاجئناش. في شويه نقاط بس كده عايز اقولها عن الماتش ده. نمره واحد، انت فشلت في التجهيز للفتره المضغوطه بتاعه الموسم، لان انت اخترت ان بطوله كاس الرابطه تبقى بطوله شرفيه، انت داخل تشارك وخلاص. لعبت مجموعه لعيبه وفي الاخر ما عملتش بيهم حاجه. وصدقني، لان الموضوع ده حصل قبل كده ومتجرب. لو انت كنت دخلت شويه ناشئين، حتى لو انت قلت يا عم الناشئ ده هيلعب ازاي بعد شويه في الدوري بتاع، ما ينفعش. لو انت دخلت شويه ناشئين في كاس الرابطه وبعدين بقوا معاك دلوقتي، بقى معاك اللعيبه دي بقى لها شهر ونص، اللعيبه دي كانت هتبقى واقفه على رجلها، وانت مش هتلاعب الناشئين كلهم مع بعض مره واحده في الدوري. يعني لو انت قلت لي ما هو كان بيلعبوا في الرابطه وخسروا، هقول لك ماشي، كان بيلعبوا كلهم مع بعض. لكن لما يبقى الملعب فيه 1 أو 2 ناشئين، بالتالي خلاص يعني اللعيب مش مخضوض، بقاله شهر ونص موجود معاك في السيستم، عارف هو نازل بيعمل ايه. لكن احنا لعبنا ناس كتير مشيناهم كلهم، واخترنا ان احنا نجيب ناس تانية ونبدأ من الاول بقى. هتقول لي المشكلة البدنية، اقول لك في مشكلة بدنية موجودة. لعيبة اغلبها تعبانة يعني مرهقة. امبارح مش امبارح، سوري، يوم الماتش يوم السبت، المشكلة الأساسية اللي كانت عندك في الشوط الأول الزيادة العددية على كوكا دايما قدامه 1 أو 2 لعيبة، وكوكا كده في الواحد ضد واحد يعني مش دايما بيحل أساسا. فاللي حصل ببساطة شديدة جدا ان لعيبة خط النص مش قادرة تزيد، فتمنع الزيادة العددية مع كوكا. في بعض الأحيان بالرمضان ما بيرجعش، بعض الأحيان لاعب خط النص ده تلاقي معاه لاعب، فكوكا مضطر انه يروح 1 مع 1 بيروح متأخر، فاللعيب يكون رفع. فكان المفروض الحل الطبيعي بتاع القصة دي ان تريزيجيه يرجع. وانت متخيل ان تريزيجيه ما بيرجعش ببساطة شديدة جدا عشان هو مثلا بقى سرح عايز يهاجم بس. لكن هو حقيقة الأمر لما تريزيجيه رجع فعلا، يعني لما تريزيجيه رجع وقف فعلا جنب كوكا ورجع كأنه باك شمال في كورات، وبقى الباك خلاص لما بيطلع بيلاقي تريزيجيه وخطورة شبيبة القبائل قلت، بعدها بحاجة بسيطة تريزيجيه جاله شد عضل. فده معناه ان هو الراجل مش قادر يرجع اصلا. فطبعا انت عندك مشكلة بدنية نتيجة اللعيبة من المنتخب جت تعبانة، فانت مش قادر تريح لعيبة المنتخب لانك مش محضر بدايل ليهم، فانت مش قادر تريح تريزيجيه، مش قادر تريح مروان عطية اللي يعني كلنا خلاص منتظرين الشد العضلي بتاع مروان عطية. مش قادر تريح حد من اللعيبة دي. ياسر ابراهيم خد راحة اجبارية انه اصيب. فطبعا دي مشكلة. الحل بتاعها ايه؟ الحل بتاعها هقوله لك في تشكيله ماتش الاسماعيلي اللي جاي ببساطه شديده. قبل ما اروح لك تشكيل ماتش الاسماعيلي، نقطه تانية عايز اقولها في الماتش عشان برضو نخلص الماتش. انت ما كنتش تقدر تلعب ماتش ضد شبيبه القبائل رتم سريع. يعني في احيان كتير جدا لعيبه الاهلي كانت بتقطع الكره، انت تحس ان انت لو قاعد بتتفرج على كرسي، يلا ها هتقوم من على الكرسي، يلا بقى نعمل كره تحول سريع بقى، تلاقي فجاه اللعيب وقف بصاله للجنب او بالعرض بصاله لورا. ليه؟ لسببين. اولا ان مروان وديانج مش بيعملوا الباصه اللي تكسر خط القدام. ثانيا، وديانج ما بيعملهاش من زمان، عشان ما تقوليش بص ديانج لعيب وحش، هو ديانج ومروان من زمان ما هم ما بيعملوهاش وانت عارف كده، فما تجيش دلوقتي تتفاجئ ان هم ما بيعملوهاش. ثانيا وده الاهم بقى، انت كنت بتريح بالكوره، يعني انت كنت بتعمل ده، انت ما تقدرش تباصي الباصه فالكره تتقطع فتترد عليك كره سريعه، تحول سريع، فانت تروح راجع تاني بسرعه فتقطع، فتحاول تعمل تحول سريع فتتقطع فترد بتحول سريع، اللي هو ماتش بينج بونج رايح جاي زي ماتشات بره كده.
انت مش قادر تعمل ده لان انت مش قادر تجري. فبالتالي لما كنت بتقطع الكوره سيادتك كنت بتعمل ايه بقى؟ هدي بقى، بطأ بقى الريتم جدا. فلما تبطأ الريتم انت بتريح بالكوره حرفيا. الشوط الثاني انت علشان تحل المشاكل الدفاعيه والزياده العدديه اللي كانت على الاطراف دخلت بيكهام عشان تلعب ب5 ورا، وطيرت كريم فؤاد اللي بيلعب باك شمال. هو كريم موجود اهو، ما رحنا ليه نجيب احمد عيد؟ ما اعرفش. طيرت كريم فؤاد ناحيه الشمال وهاني ناحيه اليمين. هاني رفع 500 كره عرضيه في راس لاعب شبيبه القبائل اللي قدامه، الراجل راسه وجعته لكن ما فيش فايده، هاني مصر ينشن فيها. لا جديد، هو لا جديد عن ان الموضوع الحاله البدنيه مأثر معاك. بن شرقي من ساعه ما زيزو مبقاش موجود ومش في مستواه، بن شرقي تحسه بقى تايه ناحيه اليمين. بن شرقي كان كويس ناحيه اليمين لانه كان بيعمل السويتش اللي مع زيزو، فكانت الكره بتروح لزيزو وزيزو لعيب تقدر تديله الكره في الوينج يرفع بقى لتريزيجيه، يشوف بن شرقي يجري فين ويديله، عنده حلول. انما امبارح محمد علي او سوري ماتش يوم ماتش محمد علي بن رمضان ما بيعملش ده، مش قادر يعمل السويتش ده مع بن شرقي. فعشان كده بن شرقي هو نفسه كمان بقى تايه. انت كنت بتعمل حاجه كمان في الشوط الاول بالاخص، لما بيبقى معاك الكره ورا بتحرك ديانج قدام، فكره كاسيميرو كده، سيب مروان على الدايره لوحده، ديانج لما يتحرك ياخد حد، ينزل بقى بن شرقي او بن رمضان ياخد الكوره. بينزل بن شرقي ياخد الكوره، بيعمل ايه بعد كده؟ ولا حاجه. ولا برضه بن رمضان بيعمل. بن رمضان فنيا ضعيف جدا، يعني بعيد تماما عن مستوى الترجي طبعا. فحتى لما انت كنت بتنقل الكوره تودي الكوره لنص الملعب، فعندك بن شرقي او بن رمضان معاك كوره، بيعمل ايه بعد كده؟ مفيش، لان مفيش اوبشنز. لان يعني المفروض مروان يحاول يتحرك، حد يحاول ياخد بقى الباصه بقى وهو وشه بقى لقدام للملعب، لكن طبعا مروان مرهق فمش هيجري لك برضه. فبالتالي نتج عن ده ان مفيش، انت مش قادر تطلع بالكوره، مش عارف تدافع، مش عارف تعمل تحول لانك كل ما بتاخد الكوره بتبطأ. فطلعت 0-0. انا كان ممكن اقبل منك الماتش ده في حاله من الحالتين، حاله واحده، حاله اولى ان انت تكون بتريح ناس، حاله تانية ومفيش حد ريح، انت لعبت شبه تشكيلك الاساسي. الحاله التانية ان ما يكونش جه عليك هذا الكم من الفرص. بس طب الحل ايه؟ الحل ان انت الماتش الجاي بتاع الاسماعيلي انت مجبر ان انت لازم تبدا تعمل تدوير بشكل قوي. تشكيل الاسماعيلي: مصطفى شوبير حارس مرمى، احمد عيد باك يمين، ما هو لازم يعني انت جايبه لازم يلعب، ياسر ابراهيم، وهتلاعب واحد انا هشوف احمد رمضان بكام، لانك مش هتعرف تنزل عمرو الجزار او هادي رياض مره واحده كده من الدار للنار. باك شمال محمد شكري ويوسف بالعمري ينزل الشوط الثاني. في النص هتلاعب ديانج، مروان لازم يريح شويه، جنبيه محمد علي بن رمضان، قدامه 3 والثلاثه دول هيبقوا متحركين. عايز بقى تلعب مين فيهم ناحيه اليمين، مين في النص، مين في الشمال، براحتك. بن شرقي، حسين الشحات، مروان عثمان، وكام مش راس حرب. الشوط الثاني تغييراتك: بالعمري ينزل، كوكا ينزل مكان واحد من الاثنين اللي في نص الملعب، احد المساكين ينزل، مش ياسين مرعي، ياسين انت كده بتريحه، واحد تاني بقى ينزل. محمد طاهر هينزل مكان حد في 3 اللي قدام، ممكن بن شرقي مثلا. ماتش الجيش الملكي برضه هتريح ناس، تعادل يكفيك ان انت تبقى متصدر المجموعه، انت محتاج تريح ناس. التشكيل اللي انا بقوله لك ده بحسين الشحات من اول الماتش ان شاء الله تكسب ماتش الاسماعيلي. وفكره ان حسين خليه على الدكه علشان بقى بديل والدكه تبقى مليانه وبتاع الكلام ده، لو انت بتلعب باساسيين كاملين. وايه لازمه ان في حد تقيل على الدكه وانت اصلا مش عارف تجيب جون ولا تعمل فرصه في اول 45 دقيقه، فالفريق اللي قصادك معنوياته عماله ترتفع وانت معنوياتك عماله تقل. ماتشات الدوري المصري اظن كلنا هنتفق، انزل جامد من الاول، هات جون 2 في الشوط الاول، خلص الماتش شكرا. بس ده رايي في تشكيل الاسماعيلي. يوسف بن عمرو ده لازم يدخل معاك. انا مش شاطر قوي في الجيم او العضلات او كده، يعني انا مش عارف هو يوسف بن عمرو ده غايب مثلا بقاله فتره، لو دخل مثلا في الشوط الثاني واديته اساسي في ماتش الجيش الملكي هل هيتمزق مثلا؟ ولو انت مش مقتنع بيه فنيا امال جه ليه؟ ما هو جه في يناير في الفتره بتاعه التورو. فلازم يدخل معاك لسببين: اولا عشان تشوف حل الموضوع باك الشمال، ثانيا عشان تحرر كوكا فيلعب في نص الملعب.
وبرده كاموش لازم يدخل معاك عشان تحرر مروان عثمان، فيبدا يتحرك في الثلاثه اللي تحت، ان انت بقى عندك زيزو وتريزيجيه دلوقتي الاثنين متصابين. بس يعني ده رايي في تشكيل الاسماعيلي، وان شاء الله يعني تقدر تعمل حاجه كويسه في مباراه الاسماعيلي باذن الله. شكرا جزيلا.